أهلا بيكم في حلقة جديدة معانا. النهاردة هنتكلم عن فيلم مولانا، الفيلم اللي طال انتظاره واللي بقاله أكتر من سنتين بيتحضر له، خصوصا إن توقعات كبيرة جدا عليه وأمان إن هو فيلم قوي وعلى مستوى رواية إبراهيم عيسى. لكن الفيلم كان مش على نفس التوقعات الكبيرة، وكانت التوقعات دي من غير أساس. الفيلم من بطولة عمرو سعد، بيومي فؤاد، ودرة، ومحمد مجدي. الفيلم من إخراج وكتابة السيناريو مجدي أحمد علي، واللي طال بعده عن السينما لمدة 7 سنوات بعد عصافير النيل، واللي كان برضو من كتابة السيناريو بتاعته وإخراجه، وكان من تأليف وكتابة حوار إبراهيم عيسى. نتكلم بقى عن أحداث الفيلم. أحداث الفيلم بتدور إن داعية إسلامية، حاتم المنشاوي، وده كان داعية إسلامية في قناة فضائية، وكان خطيب في مسجد من المساجد. هيطلب منه طبعا من جهة عالية حاجة هتغير له حياته وتقلبها له تماما رأسا على عقب. في الأول أحب أقول عن السينما ومعاناتها، وبالنسبة للنصوص الأدبية اللي بتتحول لأفلام. السينما بقالها فترة كبيرة جدا بتعاني من ابتذال رهيب في الأفلام، بتعاني من جذب، يعني بتعاني إن صناع الفيلم بيحطوا لك أداة جذب للسينما من غير ما يفكروا إيه الهدف، من غير ما يفكروا إن في جمهور عنده عقل محتاج إنه يتثقف، يتفرج على حاجة تشده بجد، مش أسلوب جذب لهدف تجاري بس. يمكن النصوص الأدبية اللي ندرتها في السينما إن هي تتحول لأفلام زي مثلا ثلاثية نجيب محفوظ، فمثلا دي حاجة بجد مفتقداها السينما، مشتاقة إليها جدا. فمن 2010 عصافير النيل كان في ندرة رهيبة في النصوص الأدبية اللي بتتحول لأفلام، اللي كانت برضو من إخراج وكتابة السيناريو لمخرج فيلمنا وكتابة سيناريو برضو مجدي أحمد علي. فبالتالي السينما محتاجه للنصوص الادبيه اللي بتديها قيمه، زي مثلا هيبتا وزي الفيل الازرق اللي اخدوا اقبال جماهيري واقبال نقدي كبير جدا وخلى الناس تحبهم، وطبعا زي فيلم مولانا اللي احنا بنتكلم عنه. ولو هنيجي نتكلم عن فكره فيلم مولانا، هنتكلم ان الفكره، عارف زي ايه؟ زي المثل مثلا اللي بيقول لك انك لما بتعوز كل حاجه ما بتاخدش ولا حاجه. فبالتالي نفس فكره الفيلم. فيلم بيتكلم عن حاجات كتير جدا، عايز يوضح لك قضايا كتير جدا بتواجه المجتمع وبتواجه خصوصا المجتمع المصري بتاعنا، بس ان هو حاول انه يقول كل حاجه، فبالتالي ما قالش ولا حاجه. بعد الفكره هنبتدي نتكلم عن تفصيلات الفيلم. اول تفصيله فيه كانت الشخصيات، وطبعا اول حد هنتكلم عنه حاتم الشناوي بطل الفيلم. شخصيته معقده جدا، زي لعبه روبيك اللي هو الوان المكعب اللي بنقعد نرتبها. شخصيه حصل فيها تطورات كتير واحداث كتير جدا كانت مش مبرره لنا، كان في كميه تطورات وحاجات بتحصل الواحد ما كانش فاهم ليه. زي مثلا هنتكلم عن تتر البدايه بتاع الفيلم. فكان تتر البدايه بيدينا احداث حصلت لحياته على موسيقى تصويريه جميله جدا شغاله في ظهر الاحداث، لكن انت مش فاهم هو ايه المبرر انك تطلع لي ده. انا مش عارف، انا مش فاهم ده حصل امتى، بس هتعمل ايه؟ تتفرج ماشي. تاني حاجه بقى نتكلم عن ايه؟ عن ابنه. علاقته بيه كانت فعلا برضو زي روبيت، برضو معقده وانت برضو مش فاهمها، بس هتعمل ايه؟ تيجي فجاه فجاه تلاقي ان الشخصيه الرئيسيه اللي هي ابنه فجاه تختفي، وده طبعا مش مثير للفيلم. ده ايه؟ برضو الواحد مش عارف. نيجي للشخصيه الثانيه، شخصيه ريهام حجاج اللي هي نشوى. الشخصيه دي كانت من المفترض ان هي من الشخصيات الرئيسيه في الفيلم واللي بتمثل حاجه مهمه. الشخصيه دي تلاقيها فجاه كده بتبهت وبتتعقد وبيحصل لها تطورات احنا مش فاهمينها خالص. بتلاقي تطورات الشخصيه ودوافعها اللي بتتغير من غير ما يقول لك ليه. الله اعلم، حاجات غريبه. نيجي عند برضو شخصيه حسن. شخصيه حسن دي برضو من الشخصيه اللي بتبرز مشكله الفيلم، ويقول لك ان هي برضو شخصيه معقده وفيها تطورات ودوافع مختلفه، فده اصلا مش بيصير مع السير النصي بتاع الروايه غير السير النصي بتاع الفيلم. فانت تتفرج على حاجه كده ومش فاهم التطورات الاحداث، بناء الشخصيه، تكوينها ماشي ازاي، انت مش فاهم، فهل هتفهم من الفيلم؟ نكمل بقى بقيه تفصيلات الفيلم. هنبتدي بالموسيقى او اللي بنقول عليها ساوند تراك. الساوند تراك كان رائع، كان بسيط جدا، هادي ومناسب جدا لجو الفيلم. ولو هنيجي نتكلم عن المونتاج، المونتاج كان جيد الى حد ما، ولكن تلاقي لك فجاه في مشهدين كده قطع حاجه، فانت
تعمل كده اهو، وده طبعا اثر بالسلب على الجمهور واللي كان النهارده اول عرض الفيلم فاثر عليه. نتكلم بقى عن مثلا ايه، عن الكادرات. الكادرات كان غالب عليها يجي طبع كده بانورامي، والبانوراما دي كانت حاجه كويسه جدا وكانت مساعده المخرج، وخصوصا ان اسلوبه كان معتمد على وان لونج شوت. ولو هنتكلم عن مدير التصوير شيكو اللي كان متميز جدا بحركه الكاميرا السلسه، واللي هي مديه كانك قاعد جوه، يعني مديك كده كجمهور انك قاعد جوه الفيلم. دي حاجه سلسه ومرجحه جدا لمدير التصوير، وده برضو ادى صوره جماليه للفيلم عامه. ولو هنتكلم بقى على الديالوج هنقول ان ابراهيم عيسى كان عنده مشكله جدا في الحوار، لانه كميه الحوارات المباشره اللي كانت قدام الكاميرا عماله تطول في الفيلم. طب بدل ما انت عمال تطول في الفيلم كنت تستخدم الوقت الطويل ده في انك تبرر لنا التطورات اللي كانت مجهوله في الشخصيات، يعني دي حاجه كنت هتستثمرها اكتر. لكن هنعمل ايه؟ اتفرج على فيلم. وقبل ما نروح لاخر حاجه في حلقتنا النهارده هنكلمكم عن اخر تفصيله في الفيلم، هنكلمكم عن الاداء. لو هنتكلم عن درة فاحنا هنلخص ادائها في جمله واحده او في كلمه واحده: باهت. هنتكلم عن عمرو سعد. عمرو سعد معروف طبعا بتاريخه الطويل في السينما والتلفزيون وكميه حب الجماهير له، وانه شخصيه جدا مجتهده في التمثيل وبيتقمص ادواره بطريقه متميزه جدا، وهو ممثل متميز، فكان ظاهر جدا اجتهاده بطريقه غريبه في الدور، وان هو بيحاول يطلع كل طاقته، لكن مساحه الدور كانت ضيقه جدا، مش مدياله المساحه اللي هيعبر فيها ويتقمص فيها الشخصيه ويوريها لنا. وده كان برضو نفس الكلام اللي ظهر عند محمد مجدي، ان الشخصيه كانت مساحتها ضيقه فمش مدياله مساحته كويس في التقمص. ونيجي لاخر حاجه، التقييم. رغم كل العيوب اللي احنا شفناها في الفيلم الا انه بجد بيناقش قضيه مهمه جدا في المجتمع المصري، قضيه الانقسامات الدينيه، او لو هنقول عليها تاثير رجال الدين على المجتمع بتاعنا سواء مسيحي او مسلم، بس بيأثروا بطريقه غريبه. عشان احنا طبعا معروفين ان احنا شعب دينيا، رغم ان الكلام مش بيتكلم عن المجتمع، والمجتمع يمكن حاليا مش متأثر دينيا، بس احنا برضو ايه، شعب متدين. تقييمنا للفيلم في النهاية 6/10. ونشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتتابعوا اخبارنا الفن السابع على اليوتيوب.